ريال مدريد اسبانيول، والفائز منهم في ربع نهائي يواجه الفائز من اتلتيكو مدريد واتلتيك بلباو. امامنا استلام من سيسك، خطره جدا الكوره، هل يظبط العرضيه؟ والمره دي تظبط، المره دي تظبط الكوره. ادي امامنا هنا تيو لميسي بالتخصص، يسجل ليو امامنا هنا في هذه اللقطه. كما قال تاتا اذا كان رونالدو فاز بالجائزه فما زال لدينا اللاعب الافضل في العالم هو ليو. امامنا ليونيل ميسي يسجل في هذه اللحظات الهدف في الدقيقه يعني 43. كره من تيو، وشوف ميسي بقى هنا شوف التحرك وشوف اللمسه، يا ولد. ادي امامنا ميسي لمسه باحساس، بتمركز رائع، برؤيه جميله جدا من النجم الموهوب الذي ياتي دائما بالمتعه والابداع. الاصابه ابعدته عن الجائزه اللي حققها في 4 سنوات متتاليه. هو في تراجع في اللقاءات الاخيره، يعني تعادل امام إلتشي، خساره اخيره امام الرايو. امامنا هنا بنتابع انطلاقه من جانب اللاعب ميسي، عدى ميسي وميسي هو الهدف العالمي. عملها العالمي، عملها احسن لاعب في العالم في اخر 4 سنوات قبل ان يترك العرش لرونالدو. لكن شوف التواجد، شوف المقدره، شوف اللمسه الحلوه، شوف المتعه. احنا محظوظين ان احنا في جيل يرى ميسي ويرى رونالدو المتعه دائما وابدا. بص شوف ميسي بيعمل ايه، بص ميسي عمل ايه وعدى ازاي وبيمر، ومتخصص بقول لحضراتكم متخصص انه يسجل في مرمى هذا الفريق، في مرمى ختافي. ميسي يتوغل، ميسي يتلاعب بالدفاع، ميسي يراوغ، ميسي ياتي باللمسه والمهاره ويعدي من 3 في لعبه واحده ويطلع له كودينا. يعني لا حيله ولا يعني اي حاجه مع هذه المهاره. ادي اللمسه، يضع الكره، يعرف كيف يتمركز، يعرف كيف ينطلق بهدوء وبرود وثقه ومهاره، لا يجعل يعني احد يفكر فيما يفكر فيه. ساعدت كثيرا الارجنتين واصحابها الارجنتينيه عندما خسروا اللقب، لان من يفوز بلقب يعني احسن لاعب في العالم لا يفوز منتخب بلاده في ذلك العام بقى بكاس العالم.